السلام عليكم. انا نفسي افهم بقى موضوع الفود بلوجرز كتير قوي ده، ان انا كل ما افتح التيك توك اقعد اقلب الاقي واحد طالع عمال يجرب اكل في الحته الفلانيه والحته العلانيه، ومش سايب مكان اللي لما داخله واكل فيه وعمال يجرب ويعمله. انا نفسي افهم بس كده، يعني انت خبرتك في الاكل ايه في الحياه؟ انت خبرتك اصلا كلها ما تتعداش مطبخ بيتكم، اللي هو مثلا لو انت عازب هيبقى تجربتك في الحياه كلها اللي هو اكل الحاجه وسندوتشين الكبدة اللي بتاكلهم على أول الشارع ولا حاجة وخلاص مثلا. ده كل الموضوع بالنسبة لك، دي الخبرة المكتسبة في الحياة. ولو أنت متجوز هيبقى خلاص ضيف عليهم مطبخ بقى الزوجة وشكرا على كده. ويمكن أنت مثلا اشتغلت في حتة كويسة شوية فاضطريت أنت تجيب شوية أكل زي أصحابك ولا بتاع، أكلت لك مثلا حاجة كويسة مثلا في يوم من الأيام ولا حاجة. ايه الخبرة الكبيرة أوي اللي انت عمال تخش فيها مطاعم بقى صغيرة ومطاعم كبيرة ومطاعم عالمية، وعمال تقول ده حلو وعمال تقول ده وحش؟ ايه يعني حفظت لك كلمتين انجليزي مثلا جوسي وبتاع ومش عارف ايه، خلاص كده بقيت فود بلوجر؟ انت لا معلش، انت شيف اصلا؟ جربت يعني يعني تجرب تعمل اي حاجة تانية غير انك انت تحط الاكل في بوقك وتقول الله جوسي وجميل؟ ايه الخبرة يعني؟ وايه الفكرة ان انت تروح مثلا مطعم زي بتاع الشيف براك وتقول انا دفعت 20,000 ودفعت مش عارف كام و15 وكذا وكذا؟ يعني في ناس يا ابني مش لاقية تاكل، في ناس مش لاقية تاكل. وفكرة ان الشيف براك الاسعار بتاعته غالية، حبيبي احسبها بالدولار، يعني حول ال15,000 دول للدولار، شوف هيدفع كام دولار. انت يا ابني انت بتاكل في مطعم بتاع واحد عالمي، ده شيف عالمي مش شيف عادي، فلازم تكون الاسعار عاملة كده. معلش هو ما جاش فتح في منطقة شعبية وبعد كده قالك الاسعار كده، هو جاي عارف يفتح فين وهياكل مين بالظبط. وانت بتعمل الحاجة دي لمين يعني؟ الناس اللي في المنطقة دي هيروح ياكلوا عشان هيبقوا بياكلوا من عند شيف براك، مش هتفرق معاهم هما بيدفعوا كام. يعني انت بتتكلم معانا احنا وبتجرب لنا الشيف براك، واحنا مثلا هنروح في يوم من الايام ناكل عنده؟ انت متخلف يا ابني. ولا انت بتعمل شو بس وخلاص وكده عشان تجيب سبوبة يعني؟ انت اصلا ما عندكش خبرة في موضوع الاكل ده ولا تعرف اي حاجة عنه غير كلمة جوسي اللي انتوا كل واحد شاف التاني بيقول جوسي فقام قايلها بس. والحاجة دي مستوية والحاجة دي مش مستوية ومش عارف ايه، زي ما كنت بتقعد على طبلية الحاج كده وبتاع، بتقعد تقول الحاجة دي استوت لا ما استوتش وبقى وشكرا. انت تعرف انت ايه بقى اكتر من كده غير ان انت مرازينا وعرفنا كل ما نيجي نقلب تيك توك نلاقي واحد فيكم في وشنا؟ يا عم روح اشتغل لكم شغلانة عدلة ما تقرفوناش اكتر ما احنا قرفانين. سلام.